السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. مرحبا بكم في قناتي احلى مشتركات، نورتوها بوجودكم. ان شاء الله تعجبكم قناتي وتستفادوا منها. جيتكم بروتين هايل وفيه وجدت في نهاري وتحضير عشاء. وخرجة مع الزوج، خرجنا للبارك. إن شاء الله يعجبكم فيديو تاع نهار اليوم وتستفادوا منه. أول حاجة بديت بالفطور تاع الصباح. أنا فطور الصباح نحبو يكون متنوع، يكون صحي أكثر، هكا باش نحافظوا على صحتنا ونحافظوا على رشاقتنا. لازم صباح نفطروا مليح باش نديروا الشغل تاعنا، تكون عندنا طاقة. أنايا بعد ما فطرت الدار كنت سيقتها النهار من قبل، كلشي تنقي. فرشت الشمبرة تاعي برك، مسحت لها الغبرة. وهنا رحت قلت نوجد بسبوسة. طريقتي تاع تحضير البسبوسة بزاف هايلة وتجي هايلة. عندي 2 كيسان تاع سكر، 4 كيسان تاع ما، ونديروا لها شريحة تاع ليمون. ونخليوها تغلي واحد 10 دقايق ونحيوها. هنايا نوجدوا البسبوسة تاعنا. عندي هنايا علبة تاع ياغورت، أي ياغورت عندكم وأي ذوق اللي تحبوا. أنا هنا درت ياغورت طبيعي. بنفس العلبة نهزو كيلة تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة نديرو علبة تاع ياغورت، بنفس العلبة نديرو علبة تاع زيت. نخلطو كامل المكونات. واللي ما عندهاش ياغورت تقدر دير حليب عادي، ماهوش لازم. نديرو كيلة تاع السكر كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة تجي هايلة هذه البسبوسة، تجي مشمخة، تجي بزاف هشيشة. إن شاء الله تجربوا الوصفة. هنايا نخلّط كامل المكونات حتى السكر هذاك يذوب باش تنجح لنا الوصفة. هنا عندي 2 حبات بيض، عفوا 3 حبات بيض، نديروها ويكون بحرارة الغرفة. نخلطوا كامل المكونات بهذه الطريقة. البسبوسة هذه تجي هايلة، تجي مشربة حتى للقلب. إن شاء الله تجربوها. مقادير متواجدين في كل بيت، سهلة. إن شاء الله تعجبكم. كما تعرفوا البسبوسة تحب مبشور الليمون، حتجيكم هايلة بالمبشور الليمون. اللي ما عندهاش تقدر دير لافاني فقط. أنا هنا درت مبشور الليمون ودرت لافاني. واللي عندها عطر نواه كوكو حتجيكم هايلة. أنا عندي هنا مبشور ليمون ولافاني، خلّط كامل كيما راهم. وزدت هنايا السميد. السميد يكون رطب، ما يكونش خشين بزاف، تاع المقرود عادي، ما يكونش خشين ما يكونش رقيق بزاف. ونديرو 2 ساشيات تاع خميرة كيميائية كيما راكم تشوفوا، 2 كيلات تاع السميد بنفس العلبة تاع ياغورت اللي درنا بها. نخلطو كامل هادوك المكونات جيدًا. كيما راكم تشوفوا الخليط حيجينا قد، ما تزيدوا وما تنقصوا. إذا شدوها كان سميد اللي يشرب بزاف، إذا شدوها شربت بزاف تقدروا تزيدوا شوية حليب. أنا نخلط كامل وخلوها واحد 5 دقايق تتشرب. نديروها في مول. اللي تحبها طالع ديرها في مول يكون صغير، واللي تحبها تكون هاكا متوسط ديرها في مول شوية يكون كبير. أنا درتها في هذا المول تاع 30 على 25. ما ندهنوها ما والو، كيما تعرفوا البسبوسة حنشربوها حتجينا هايلة. نسويو كامل هذاك السطح وندخلوها للفرن على درجة حرارة 180 حتى تحمر لنا مليح. نشعلو لها من الفوق الزيت تحمر ونخرجوها. شربت تكون طابت وبردت، نشربوها بهذاك السيرو اللي يكون بارد وهي سخونة. أنا هنايا بديت نشرب فيها. شوفوا كيفاه جات حميمرة، الله الله تشهي شهيتكم في الجنة إن شاء الله. هنايا شربتها وسمحوا لي ما قسمتهاش معاكم باش تشوفوها كيفاه يجي قوامها. إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله نعدلكم كيفاه خرجت. من الفوق زينوها كيما حبيتو ديروا لها مبشور، ديروا لها نواه كوكو. هي تجي بزاف بنينة بالنواه كوكو. ديروا لها نواه كوكو من الفوق حتجي باهية، وتجي حتى في المذاق تجي بنينة بزاف.
هذه هي البسبوسة تاعي، ولهنا رحت نحضر العشاء. قلت ندير لابيري بالليكوت. ليكوت حنقليهم يجوا بزاف بنان بهذه الطريقة. عندي كمية تاع ليكوت، ندير لهم شوية ملح، فلفل كحل، كزبر، والتوابل اللي تحبوا. التوابل اللي تحبوا ديروهم. ندير لهم شوية عصير ليمون كيما راك تشوفوا بهذه الطريقة. نخلطهم كامل مليح مليح. وهنايا كنت سخنت الزيت في طنجرة، على نار قاوية نبدأ نحمر فيهم بهذه الطريقة. نحمرهم في نار تكون قاوية على جهتين، على جهة منا وجهة لمن. هنا كما راك تشوفوا بعد ما حمرتهم، هنا كنت درت زرودية حمرتها مع هذاك اللحم. زرودية هنا في هذه الوصفة حتجي بزاف بنينة، جربوها وردوا لي في التعليقات، حتجي بزاف هايلة وبزاف بنينة. بعد ما قليت هذاك اللحم والزرودية مليح مليح، نديرو هنايا واحد كاس تاع ما، نحطوها على نار هادية ونخليوها طيب حتى تتجمر لنا، ويطيب لنا داك اللحم يرجع زبدة، مش حيدي بزاف الوقت. ما تكثروش بزاف الماء، واحد كاس برك ولا ما يلحقش، وغطيو وخليوها طيب. دوك تشوفوا الوصفة كيفاش جات. البطاطا عادي درتها في الماء والملح وخليتها تغلي مليح، طابت. ومن بعد ربيتها، درت لها شوية زبدة وشوية حليب فرماج وتربيوها. والتزيين كما حبيتو. انا هنايا حطيت هاد درتو في كل واحد درت له فيه صحنو كما هكا نديرو تزيين هكا. ما نكونوش تعبنا نهار كامل حنا نتعبوا مع الطياب والاخر، بعد نحطو هكاك برك نزينو الاطباق تاعنا باش يجيو شابين. هنايا هذيك لابيري بعد ما درت حطيتها في الصحن، زيد هكا بالفرشيطه كما راك تشوفوا بهذه الطريقه. ونحطوا اللحم، نحطوا هذيك لاصوص من الفوق، حتجي بزاف هايله وبزاف بنينه. جربوا هذه الوصفه وان شاء الله تنال اعجابكم. هكا نبدلوا من وصفاتنا، نبدلوا من طريقه التحضير تاع اللحم بهذه الطريقه، يجيكم طايب الزبده وبني بزاف. ولو شهيتها في الجنه. ان شاء الله تجربوا الوصفه. هذا هو عشايا تاعنا اليوم. درت حاجة خفيفة، حاجة سهلة. كانت عندي خرجة في الليل مع الزوج. كي الآخر قال لي هيا نخرجوا. خرجنا بدلنا الجو، رحنا البارك. بدلنا الجو كما تعرفوا دوكا في الصيف نبدلوا شوية في الليل نحبوا نخرجوا. خليكم مع هادو المقتطفات تاع الخرجة، كيفاه خرجنا كيفاه وجدت كامل. خليتكم فيديو عفوي ان شاء الله يعجبكم. وتكملوا الفيديو للآخر تشوفوا الأجواء في البارك مع الأولاد كيف يلعبوا مع كيفاش أنا جبست نهار الليل تاعي سهرة تاعي. ونتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.